عجبت لكم أيها الزملكاويون. من سنة أو اتنين كان كل الزملكاوية بلا استثناء احنا عايزين كابتن أيمن الرمادي. الكابتن أيمن الرمادي جامد، الكابتن أيمن الرمادي مش عارف ايه. أول ما جه الكابتن أيمن الرمادي بقى وحش وما ينفعش ومش عارف ايه، وأصل ده أهلاوي، أصل مش عارف ايه. طيب قصة ان هو اهلاوي ولا زملكاوي، مع احترامي لأي بني آدم سواء أهلاوي أو زملكاوي، بعد اللي حصل السنتين اللي فاتوا دولت، من بداية من انتقال كهربا أو مش من سنتين، من 3 4 سنين فاتوا، بداية من انتقال كهربا للأهلي بمؤمن زكريا، بإمام عاشور، ب بناصر ماهر، بعبد الله السعيد، بزيزو مؤخرا آخر واحد أهو رايح، ببن شرقي. هتكلمني في انتماء؟ اقفل التلفزيون واقفل الدوري المصري واقفل وما تتفرجش على كوره تاني. بامانه والله، يعني لو انت لسه كده، انت واحد مش عايش معانا، او انت حابب تعيش جو الصدمه. انت خلاص، انت يعني انت حابب الوضع اللي انت فيه وحابب جو الصدمه. انت واحد مش عايش على الكوكب. اهلاوي، زملكاوي، اسماعيلاوي، اي بني ادم. خلاص الموضوع، يا جدعان يا جدعان، ده الجوهري يا جدعان مسك الزمالك في التسعينات في عز الانتماء. الجوهري مسك الزمالك ودرب الزمالك وخد معاه بطولات، وكانت يعني عمل شغل وكانت فرقه حلوه وكسر الدنيا، وهو في عز الانتماء مسك الزمالك. هتيجي انت دلوقتي في 2025 ولسه مسوع من زيزو اهو وتقول لي اصل الانتماء، اصل ايمن الرمادي اهلاوي، اصل ايمن الرمادي مش عارف جايب مع مين في الجهاز مش عارف ايه، اصل فين ابناء الزمالك. باشا خلاص الموضوع انتهى. يعني الكابتن طارق مصطفى انا بحبه، قال لك عايزني اتفاوض مع اداره البنك الاهلي. معلش والله انا مش هقدر دلوقتي، يعني عايزني وده شيء يحترم بقى، انا مش بنتقده بالمناسبه يعني. بس ما قطعش نفسه، يعني موت نفسه ان هو يروح الزمالك يعني، وخرب الدنيا في بنك الاهلي يعني، عشان تيجي تقول لي دلوقتي شفت الانتماء اهو. مؤمن سليمان نفس الكلام، عنده شرط جزائي. والله معلش يا جماعه، انا عندي شرط جزائي مش هينفع دلوقتي، انا اسف معلش. عبد الحميد بسوني معلش والله، اصل مش هينفع شهر وامشي، ما انت عارف بقى الظروف والدنيا وبتاع. معلش بقى غصب عني معلش. آه، فما اسمعكش بتقول لي انتماء، اصل هو اهلاوي. انت عارف الفرق. بص، ما حد ما يعني اللي يزعل يزعل بامانه والله، عشان انت لو مش هتواجه نفسك يبقى انت هتقعد طول عمرك كده ومضحوك عليك. ويعني الميزه اللي في جمهور الاهلي عننا عن الزمالك ان هم ورا مجلس الاداره في اي قرار ياخدوه، حتى لو هم كانوا معارضين ليه او هو مش على هواهم او مش مقتنعين بيه، سميها زي ما انت عايز تسميها. بيمشوا ورا قرار مجلس اداره، بيتحدوا مع المدرب ومع مجلس الاداره على اللعيبه، عشان اللعيب المصري لعيبه مؤاخذه، وبيعرف يمشي مدرب من الفرقه ومن النادي، وبيعرف يمشي مدرب على مزاجه، بيعرف بيتحكم في مصير المدرب من الاخر، اللاعب المصري. فلما يلاقي حق الصد والجمهور اللي في المدرج كله واللي في الشاشات واللي في الشارع كله ضدي، او بلاش ضدي، يعني مساند مجلس الاداره اللي انا بحاول ان انا العب عليه او المدرب اللي انا العب عليه، هياخد خطوه لورا ويسكت وي وي و... ويرجع عن اللي هو بيعمله ويتلم من الاخر. دي قصه المدرب ده اهلاوي ولا زملكاوي مش عارف، مش هطول فيها اكتر من كده. ماشي. طب هل الكابتن ايمن الرمادي مطالب ان هو ينجح دلوقتي وياخد الدوري اللي احنا فيه دلوقتي وياخد كاس مصر؟ شوف، او كاس مصر هو يعني، هتقول لي لا الدوري صعب بس كاس مصر سهل. لا، كاس مصر مش سهل. واي مدرب، اي مدرب، عشان هم مجلس اداره مش عاوز اغلط، اتاخر في القرار. مش ان هو يعين الكابتن ايمن الرمادي، لا، يتاخر في القرار ان هو يمشي بسيره ويجيب مدرب مكانه مصري مؤقت لغايه ما يجيب مدرب فني اجنبي.
فهل دلوقتي ايمن الرمادي او غيره مطالبين، اي مدرب يجي يعني مكانه مطالب ان هو يكسب الاربع ماتشات اللي جايين وياخد الكاس من بيراميدز في النهائي؟ لا، لو عمل كده شابوه، برافو. طب ما عملش كده، ده العادي. ده العادي ان هو ما يعملش كده، مش اللي هو لا، مش العادي ان هو ياخد الكاس من بيراميدز وياخد الدوري من الاهلي وبيراميدز، او يطلع التاني حتى في بعد الوضع اللي احنا اتحطينا فيه. ادي يعني دي قصه المدرب وتوقيته. طيب هل بقى كابتن ايمن الرمادي، انا هقول لك رايي انا الشخصي، ووارد انا اكون غلط وارد اكون صح، بس انا هقول لك رايي الشخصي في كابتن ايمن الرمادي، وهل هو ينفع ولا ما ينفعش. وطبعا يعني هو في كلا الاحوال انا بتكلم في الظروف الطبيعيه، في الظروف الطبيعيه، ما بتكلمش على الظروف اللي احنا فيها دي. ما ينفعش فيها جوارديولا، انزاجي اللي لسه حاطط على برشلونه امبارح ده، ما ينفعش في الظروف اللي احنا فيها. انا هكلمك على الوضع الطبيعي، في الظروف الطبيعيه، هل هو مدرب وحش ولا حلو. انا كنت اتكلمت عن ماتش الاهلي وسيراميكا كليوباترا اللي خلص 5-2 للاهلي في وجود كولر. قلت رايي في الفيديو دوت، هفرجكم عليه دلوقتي، هسمعكم رايي على كابتن ايمن الرمادي. ادي الفيديو اهو، ده ماتش سيراميكا وكليوباترا والاهلي. اسمع كده الكلام. كابتن ايمن الرمادي، انت مدرب كويس جدا، يعني مدير فني ممتاز، بس انت مدير فني بس. يعني ايه مدير فني بس؟ يعني انت فنيا، فنيات في الملعب، تكتيك، وقفة لعيبة، طريقة ضغط، طريقة دفاع، طريقة استحواذ، طريقة خروج بالكورة من تحت الضغط، طريقة بناء هجمة منظمة، هجمة سريعة، يعني شغل المدربين انت بتعمله. بس يعني سامحني، انا حاسس ان انت يعني بلاش، احس ان انت يعني محتاج تشد على اللعيبه اكتر من كده، تبقى ناشف مع اللعيبه اكتر من كده يعني. اكيد الرساله وصلت لك. انا عايز اقول إيه، انت محترم زياده عن اللازم مع اللعيبه، يعني فرصتين بتوع الشوط الاولاني، وده للاسف ما ينفعش مع المدرب، مع اللعيبه المصريه بشكل عام والزمالك بشكل خاص. المدرب المحترم الزياده دوت للاسف ده ما ينفعش. خلينا بس نكمل وهقول لك انا قلت ايه. بتوع زلاكا وبتوع القندوسي اللي ممكن كانوا يخلصوا الماتش من الشوط الاولاني ضد الاهلي، وفرص زي دي في ماتش الاهلي ما بتجيش، ولو جت تبقى زي هم اهو، فرصه ولا اتنين بالكتير في الماتش، مفيش. فدي انا كنت متخيل ان الشوط الثاني اللعيبه هتنزل مش تاكل الاهلي، تاكل نفسها قبل ما تاكل الاهلي. بس طبعا العامل البدني عليه عامل كبير، يعني 50% من الكورة هي بدنيا ثم فنيا. فيعني انت مدرب على ورق وشو، او بلاش والله عشان ما اظلمكش، بس انت مدرب كمدير فني انت محترم جدا، عندك شغل وعندك دماغ وعندك تفكير وعندك حاجات كتير جدا، بس انت محترم زيادة عن اللازم. انا شايف رعونة، مش عايز اقول اكتر من كده، رعونة مبالغ فيها من لعيبة سيراميكا. كانت ممكن لو ما كانتش الرعونة دي موجودة كنت ممكن تخلص الماتش الشوط الاولاني ضد الاهلي، ودي مش حاجة سهلة. وبعدين يا كابتن انت المفروض انت خبرة وعارف ان الكرة الحلوة مش بتكسب، يعني مش سوري، مش قصدي ما بتكسبش، مش لوحدها بتكسب. لو تفتكر يعني، والناس اللي بتتفرج تفتكر 2008 و2009 2010، الجيل اللي هو بتاع الجامد قوي بتاع الاسماعيلي، كان يمسك الاهلي بص يمرمطه، يسيق الاهلي في الملعب ويطلع خسران 1-0 للاهلي، 2-1 للاهلي، 3-2 للاهلي، 3-1 للاهلي، يبقى الاهلي متمرمط طول الماتش. الجيل اللي هو كان يعني اللي هو راح الاهلي يمسك الاهلي مرمطه بس في الاخر يخسر. فيعني الكرة الحلوة لوحدها من غير نشفان في الملعب، مش دي لعبة رجالة، النشفان في الملعب مع الكرة الحلوة ما تأكلش عيش. طب نتمتع واحنا بنتفرج بس. وطبعا بقى انت كابتن، انت جاي في ملعبنا، ملعب الكرة الحلوة والطريان،
يعني عارف بقى لو كان يوسف اوباما موجود كمان مع فتوح في الملعب، مع مش عارف يعني فرجاني ساسي مع الجزيري، يا نهار طريان، يا نهار طريان. إيه، مش هطول اكتر من كده في قصه الكلام على كابتن ايمن الرمادي. زي ما انت سمعته في فيديو، هو مدرب فني محترم عنده فنيات. بدنيا هو مدرب مش احسن حاجه، عايز معد بدني يكون قوي جدا وفاهم جدا. كورته حلوه. انت يعني انت وانت بتتفرج على الزمالك، حتى لو اللعيبه امكانياتها انت شايفها يعني مش احسن حاجه دلوقتي، هو يعني هو كان كويس قوي مع اسوان. كانت فرقه اسوان كانت فرقه ممتعه، والسيراميكا زي ما انتوا كنتوا شايفين كانت فرقه ممتعه جدا، كانت بتمسك اي فرقه تنفضها. بس دفاعيا هو مش قوي، مش احسن حاجه. كورته حلوه جدا هتتمتع، بس كنتائج ممكن في الاخر ما توصلكش انت تاخد بطوله. يعني انا بنقل لك اللي انا شايفه، وبقول لك يعني مش عايز اقول لك انا جاي لك من المستقبل، بس انا يعني تاني وتالت واخر حاجه واخر مره الكلام اللي انا بقوله ده واللي انتوا سمعتوه ده في الظروف الطبيعيه. ما بالك بقى في الظروف النيله اللي احنا فيها؟ لا، ده الكلام ده لما يكون عندك سكواد وعندك فرقه كويسه، هتشوف الكلام ده من الكابتن ايمن الرمادي. هتشوف اللي هو الكره الحلوه، النقلات، الجمل، الوقفات، ضرب الدفاع، مش عارف ايه. كره ممتعه، هتتمتع وانت بتتفرج. دي كورته، ودي هو بيحب يلعب كده. ف الكرة الحلوة، بس هتلاقيه ممكن بيخسر نقط في وقت بسبب فتحانه للملعب، وبسبب اهتمامه باللمسات ومش عارف ايه والكلام ده، وعدم اهتمامه بالتقفيل الدفاعي القوي الصلب، وعدم اهتمامه بالفينش العالي وانهاء الهجمات بجول. الهجمة لازم تنتهي بجول. دي كان حاجة يعني بيعاني منها سيراميكا او اسوان مع كابتن ايمن الرمادي. اتمنى من جمهور الزمالك، فكك بقى من حته الانتماء والخرا ده، احنا يعني عشنا فيه سنين، ما تعيشوناش فيه تاني. اما انت لسه زيزو ما بريتش، زيزو لسه ما بريتش في تربته. لسه زيزو اهو، ده لسه يعني ده رايح كاس العالم للانديه، بيتمرن معانا لغايه دلوقتي. راح يتمرن، بيتمرن في النادي مع اللعيبه، والموضوع ماشي في سكه قضايا ووقف وخصومات، ويعني الدنيا رايحه في 60 داهيه بيننا وبين زيزو، وراح مبشر اهو للاهلي. هتيجي انت عند كابتن ايمن رأي تقول اصل الاهلاوي ما ينفعش. فوقوا بقى يا جدعان، بقى فوقوا، بطلوا النغمه دي خلاص. الموضوع ده انتهى من 10 سنين، مش هقول لك من سنتين او من السنه بتاعت زيزو، لا من 10 سنين انتهى الموضوع ده. موضوع كام؟ وهروح فين؟ وهمسك زمالك واهلي، ولا همسك فرقه في نص الجدول؟ ده حلم لاي مدرب ان هو زملكاوي ولا اهلاوي يمسك اهلي وزمالك، بالمناسبه الاثنين. ها يعني ما تجيش مثلا تقول لي لو اتعرض على كابتن طارق يحيى اللي هو طالع بيسيح دلوقتي ان مدربين الزمالك بيختلوا نفسيا، لو اتعرض عليه الاهلي بكره الصبح، واقسم بالله العظيم لا هيوافق ولا هيروح. ده حلم بيه، ده حلم ليه. فمحدش يشتغلكوا بقى، محدش يشتغلنا. وده السبب ان عدم ان الانديه، يعني اقول لك على حاجه اخيره عشان اقفل الفيديو. الاهلي والزمالك في مدربين مصريين يمسكوهم اكفأ 100 مره من المدرب الاجنبي في اللي احنا في الليفل اللي احنا بنجيبه، عشان بس يبقى كلامي ايه ما يتفهمش غلط. الليفل الاجانب اللي احنا بنجيبه ابو 200,000 دولار وابو 150,000 دولار وابو 100,000 دولار وابو 200,000 دولار والكلام ده، الليفل ده عندنا في المصريين احسن منه، بس مش بيجوا ليفل يمسكوا اهلي الزمالك عشان اللي بيحصل ده. ما بيستحملوش ضغط، لا من بره ولا من جوه، لا من جوه النادي ولا من بره النادي. الراجل لسه ما جاش، ما قالش بسم الله الرحمن الرحيم بيتهاجم. انت متخيل الجو اللي هو هيجي يشتغل فيه؟ حاجه في منتهى التخلف. فلو يعني لو الفرق الاهلي والزمالك معاهم فلوس، هيجيبوا مدرب اللي هو بتاع نص مليون دولار في الشهر و800,000 دولار في الشهر، بس طبعا الكلام ده عمره ما هيحصل، لان الكلام ده مش متاح معاهم ولا هيبقى متاح معاهم. فبيضطروا يجيبوا مدرب ليفل صغير بفلوس قليله، ويفضل مكمل مع النادي. خد بطولات، خد ما خدش مش مشكله، بس عشان يبقى في استقرار نوعا ما.
بسبب الهد عدم الدعم اللي بيحصل للمدير المصري الفني المصري اللي بيمسك اهلي او زمالك. عشان كده علي ماهر مدرب محترم جدا، عمره ما يمسك اهلي. طارق مصطفى ما اظنش ان هو يمسك الزمالك، هيجيبوا مدرب فني اجنبي بعد ايمن الرمادي، حتى لو ايمن الرمادي عمل اللي عليه. فيعني يا ريت نفوق بقى ونفكنا من اللي احنا فيه ده. بكره ان شاء الله نحلل ماتش الاهلي والمصري في برج العرب، وبعده ان شاء الله نحلل الزمالك وسيراميكا. بالمناسبه ماتش ايمن الرمادي سلاح ذو حدين في ماتش سيراميكا، يا يبقى لينا يا اما ضدنا يا اما يبقى علينا. ليه؟ لعيبه سيراميكا هو حافظهم وعارفهم، ومفروض انا عارف نقط الضعف اللي في كل لاعب فيهم ونقط القوه اللي عند كل لاعب فيهم، فيقدر يحكمها. والناحيه التانيه اللعيبه عارفه نقط ضعف ونقط قوه وخطه وطريقه كابتن ايمن الرمادي، فممكن تغشش المدرب وتغشش علي ماهر. احنا ممكن نعمل ايه؟ نخلي ايمن الرمادي ما يهاجمش علينا او ما يجيبش فينا جون، واحنا ممكن نضربه ازاي. فدي سلاح ذو حدين، فربنا يستر من الماتش ده يعني. التعادل فيه خلاص الموضوع انتهى رسمي، الزمالك بره بطوله الدوري، بره دوري ابطال افريقيا، ما قدموش غير يطلع بحاجه واحده، هي بس نهائي كاس مصر قدام بيراميدز، وبارك الله فيما رزق اذا حصل. من هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، واتمنى دايما القناه تكون عاجباكم، واتمنى دايما دعمكم واشتراككم في القناه وشيروا القناه عشان عيب كده. السلام عليكم.